إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 من مارس عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك وضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي استعراضا لمقال بعنوان أوقف الحرب بين أثيوبيا وإريتريا قبل أن تبدأ، والمقال من ترجمة ونشر المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات أفروبوليسي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. إريتريا تطلق سراح 18 من أفراد طاقم السفن الأثرية الثلاثة المحتجزة في إريتريا. الجيش السوداني يتقدم في العاصمة الخرطوم ويستعيد مواقع استراتيجية في وسط العاصمة من قوات الدعم السريع. ومقتل 6 من الشرطة الكينية في هجوم على معسكر لقوات الاحتياط بمنطقة غارسيا قرب الحدود مع الصومال. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أطلقت الحكومة الإريترية سراح 18 من أفراد الطاقم الأثريين الذين احتجزوا في إريتريا لأكثر من 4 أشهر. وقالت وزارة الخارجية الأثرية في بيان السبت إنه تم ترحيل 18 مواطنا أثريا كانوا محتجزين على متن السفن الثلاث. وقدمت وزارة الخارجية في بيان الشكر للسفارة التركية في أسمرة على جهودها في إطلاق سراح المواطنين الأثريين. ولم يكشف بيان وزارة الخارجية عن مصير السفن الثلاثة ولا عن حمولتها. وكانت الحكومة الأثرية قالت في وقت سابق إن السفن احتجزت بعد دخولها المياه الإريترية بسبب الظروف الجوية الخطيرة في البحر الأحمر. وكانت جهات إعلامية ذكرت في وقت سابق أن السفن كانت تحمل معدات عسكرية إلى أثيوبيا بما في ذلك طائرات بدون طيار، وكانت متجهة إلى ميناء جيبوتي عندما دخلت عن طريق الخطأ المياه الإريترية. وبذلت أذربيجان محاولات للتوسط مع الصومال وروسيا بعد فشل جهودها لإطلاق سراح السفن ومواطنيها 18. هذا ولا يزال مصير الأجانب الثلاثة غير معروف، على الرغم من التقارير التي أفادت بأن 21 فردا من أفراد الطاقم كانوا على متن السفينة. أعلن الجيش السوداني مواصلة عملية التمشيط العسكري وسط العاصمة الخرطوم واستعادته السيطرة على مواقع جديدة. وأفاد الجيش السوداني في بيان أن قواته والقوات المساندة تواصل نظافة وتطهير جيوب قوات الدعم السريع التي تحاول الهروب من قوات الجيش المطاردة لها، وأنها تقوم بتمشيط المنطقة من مبنى إلى آخر بوسط الخرطوم. وأعلن مصدر ميداني وفق ما ذكرت قناة الجزيرة أن منطقة السوق العرب التي تقع في وسط الخرطوم أصبحت خالية من الدعم السريع. كما نشر الجيش السوداني في وقت سابق عبر حسابه على فيسبوك مقاطع فيديو لجنود وهم يعلنون فيها بسط سيطرتهم على مجمع الواحة في السوق العربي وسط العاصمة. كما بث عناصر من الجيش السوداني أيضا مقاطع فيديو لانتشارهم في أبراج البركة وفندق أراك والجامع الكبير بالسوق ذاته. هذا ولم يصدر تعليق من الدعم السريع على إعلان الجيش السوداني. وبذلك يقترب الجيش السوداني من السيطرة بشكل كامل على وسط الخرطوم للمرة الأولى منذ اندلاع القتال في أبريل عام 2023. وكان الجيش السوداني نشر خلال الأيام الماضية فرض الجيش سيطرته على معظم مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وسط الخرطوم ومنطقة المقرن، كما استطاع استعادة السيطرة على جزيرة توتي. وتأتي هذه التطورات بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على القصر الرئاسي الجمعة، فيما أقرت قوات الدعم السريع بفقدان القصر، واعتبرت أن سقوط القصر لا يعني خسران الحرب.
وفي الأسابيع الأخيرة تسارعت وتيرة تراجع قوات الدعم السريع في عدة ولايات منها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق، وذلك وسط تقدم مستمر لقوات الجيش. وفي الشأن السوداني أيضا نددت كل من تشاد وجنوب السودان بتصريحات مساعد قائد الجيش السوداني الفريق ياسر العطا التي اتهم فيها البلدين بمساعدة قوات الدعم السريع، واعتبرتا ذلك بمثابة إعلان حرب، وأنهما ستتخذان التدابير الكافية لحماية حدودهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما. وكان العطا قال الأحد الماضي إن القوات المسلحة على استعداد للتعامل مع من وصفهم بالخونة في جنوب السودان، وتوعد تشاد باعتبار مطارين جامين وأم جرس أهدافا مشروعة للجيش السوداني حسب تعبيره. قالت السلطات الكينية إن 6 من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم على قاعدة لقوات الاحتياط قرب حدودها مع الصومال شنه الأحد مسلحون يشتبه في أنهم من حركة الشباب الصومالية. وقال متحدث من الشرطة إن المسلحين هاجموا قاعدة الشرطة في بيامادامو بمنطقة غارسيا على الحدود مع الصومال. وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن المسلحين المشتبه بهم استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولا كينيا في مقاطعة غارسيا قال بأن أسلوب الهجوم يتبع نمطا من الغارات التي تشنها حركة الشباب الصومالية. هذا وتقاتل حركة الشباب الحكومة الفيدرالية في الصومال منذ أكثر من 15 عاما، ويقول مراقبون إنها أصبحت تمثل تهديدا متزايدا في الأشهر القليلة الماضية. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض لكم فيها اليوم مقالا بعنوان أوقفوا الحرب بين أثيوبيا وإريتريا قبل أن تبدأ للخبيرين الدوليين بايتون كنوفوف وألكسندر روندوس، ترجمه إلى العربية ونشره المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث أفروبوليسي. نرجو لكم طيب المتابعة. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من البرنامج العربي لإذاعة إيرينا، والتي نستعرض لكم فيها مقالا بعنوان أوقفوا الحرب الأثيوبية الأريترية القادمة قبل أن تبدأ. وكتب المقال لصالح صحيفة فورين بوليسي الخبيران الدوليان بايتون كنوفوف نائب رئيس المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى القرن الإفريقي في إدارة بايدن، وألكسندر روندوس الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي والرئيس المشارك حاليا لمجموعة دراسات البحر الأحمر في المعهد الأمريكي للسلام. وأظهر الكاتبان توجسهما من أن تؤدي الأجواء المشحونة بالتوترات في منطقة القرن الإفريقي إلى خطر اندلاع واسع النطاق بين إريتريا وأثيوبيا قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وإشعال مزيد من النزاعات الإقليمية، مناشدين الدول الإقليمية ذات التأثير على الطرفين وبالذات الدول الخليجية وحلفائها الغربيين إلى وقف الصراع الذي قد يشعل منطقة البحر الأحمر بأكملها. وترجم المقال إلى العربية ونشره موقع أفروبوليس في 20 من مارس الجاري. نتابع. يستهل المقال بالتالي: عندما وقعت الحكومة الأثيوبية والمعارضة التجراوية اتفاقية وقف الأعمال العدائية في أواخر العام 2022، أنهت الاتفاقية واحدة من أكثر الحروب فتكا في القرن 21، وشارك في الصراع جيوش برية قوامها عشرات الآلاف من الجنود ووحدات ميكانيكية وقوة جوية، تذكر بمعركة السوم عام 1916 وإن كانت بأسلحة أكثر تطورا. تشير تقديرات موثوقة إلى أن عدد القتلى تجاوز 600,000، وهو تقدير يرجح أن يكون أقل من الواقع. نصت اتفاقية بريتوريا التي سميت على اسم العاصمة الجنوب إفريقية التي وقعت فيها على إنشاء إدارة مؤقتة في تيغراي، وهي مقاطعة صغيرة في شمال أثيوبيا على الحدود مع إريتريا والسودان. ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لتلك الإدارة في منتصف مارس، تمر بوضع حرج.
شكلت جبهة تحرير شعب تيغراي طليعة الحركة لإسقاط الدكتاتورية الشيوعية الأثيوبية المعروفة باسم الدرج في مطلع التسعينيات، وهيمنت على سياسة البلاد والمنطقة حتى تولى رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة في العام 2018. همش أبي أحمد الجبهة، والآن تنخرط فصائلها المتنافسة في صراع صفري على الهيمنة داخل تيغراي. يقود أحدها رئيس الجبهة دبراسيون جبر ميكائيل، بينما يقود الأخرى رئيس الإدارة المؤقتة جيتاچ ردا. أثرت الانقسامات السياسية على قوات التيغراي التي حاربت الجيشين الأثيوبي والإريتري في الحرب الأخيرة. في 10 مارس أمر جيتاچو بإقالة 3 من قادة كبار الجيش اتهمهم بالتآمر ضد الإدارة المؤقتة بالتواطؤ مع فصيل دبراسيون في 11 مارس الجاري. ووردت أنباء تفيد بأن وحدات منشقة من قوات دفاع تيغراي سيطرت على شرق تيغراي من الإدارة الشرعية، ولم يعد بالإمكان تجاهل خطر الانقلاب على الإدارة أو اغتيال بعض قادتها. وفي ظل اضطراب إقليمي ودولي أوسع نطاقا، يصبح تدهور الوضع السياسي والأمن في تيغراي بمثابة فتيل اشتعال قد يشعل حربا بين أثيوبيا وإريتريا، وقد يشعل هذا الوضع فتيل حرب دولية مما يفاقم الحرب الأهلية في السودان المجاور ويولد المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. ويجب النظر إلى التطورات في منطقة القرن الإفريقي في سياق التنافس بين دول الخليج على السيطرة على البحر الأحمر. على سبيل المثال، قد لا ترحب المملكة العربية السعودية بالوجود العسكري لأثيوبيا على ساحل البحر الأحمر، لطالما ينظر إلى أثيوبيا على أنها متحالفة بشكل وثيق مع الإمارات العربية المتحدة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نستعرض لكم فيه اليوم مقالا بعنوان أوقف الحرب بين أثيوبيا وإريتريا قبل أن تبدأ، للخبيرين الدوليين بايتون كومبوف وألكسندر رودونس، ترجمه إلى العربية ونشره موقع أفروبوليسي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ثم يتحدث المقال عن علاقة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فيقول: قاتلت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا الحزب الحاكم لإريتريا بعد الاستقلال إلى جانب جبهة تحرير شعب تيغراي ضد الدرج، لكن العلاقات بين الطرفين توترت في منتصف التسعينيات، مما أدى إلى حرب بين أثيوبيا وإريتريا في العام 1998 اندلعت بسبب نزاع حدودي. وبعد أن تولى أبي أحمد رئاسة الوزراء في أثيوبيا في العام 2018، تحرك بسرعة لترتيب التقارب مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي حافظ بعد ذلك على التعاون العسكري بين الحكومتين الأثيوبية والإريترية ضد قوات التيغراي خلال الحرب، مما أدى إلى إضعاف قوة جبهة تحرير تيغراي. ومع ذلك انقطع هذا التعاون لاحقا باتفاقية بريتوريا التي دعت إريتريا إلى سحب قواتها، لكنها لم تدرج أسياس ضمن الموقعين. وعن أسباب فتور العلاقة والتبدل في المواقف بين النظامين في إريتريا وأثيوبيا، يقول الخبيران الدوليان: يسود الآن جو من انعدام الثقة والاتهامات المتبادلة، حيث تتهم أديس أبابا أسمر بتقويض اتفاقية بريتوريا وزعزعة استقرار تيغراي ودعم الجماعات المتمردة في أماكن أخرى من أثيوبيا. وتنظر أسمر إلى دعوات أثيوبيا الدولة غير الساحلية للوصول إلى البحر الأحمر على أنها سبب للحرب، وأن محاولة أثيوبيا إنشاء ميناء قبل عام على أرض الصومال هي محاولة تجريبية لإعادة إريتريا إلى السيادة الأثيوبية والسيطرة على موانئها في عصب ومسوع. تشير سرعة نطاق التعبئة والانتشار في جميع الأطراف كما يقول التقرير. وأصدر صادقان جبر تنسائي أحد أبرز جنرالات إفريقيا تحذيرا عاما بشأن هذه المسألة في 10 مارس الجاري. ببساطة، لن تبقى الحرب في تيغراي محصورة في الإقليم، فالقرن الإفريقي يعاني بالفعل من آثار الحرب الأهلية في السودان، وأيضا يقف جنوب السودان على شفا تجدد العنف واسع النطاق. ويستمر الصراع بين الحكومة الصومالية والمتشددين الإسلاميين في الصومال وفي اليمن، وعلى بعد أقل من 180 ميلا من الساحل الإريتري يواصل الحوثيون شن هجمات في البحر الأحمر.
وتتفاقم المخاطر بسبب المشهد العالمي الذي تخضع فيه الأعراف الدبلوماسية لأعمال عنف تخلق حقائق جديدة على الأرض، وقد تآكل احترام الحدود المعترف بها دوليا وسيادة الدول التي ساهمت في الاستقرار الدولي. إن تجاهل روسيا لحدود أوكرانيا وفي إفريقيا استيلاء حركة M23 المتمردة على مساحات واسعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم من راوندا ليس خافيا على القادة الآخرين ذوي الأجندات التوسعية في المنطقة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نستعرض لكم فيه اليوم مقالا بعنوان أوقف الحرب بين أثيوبيا وإريتريا قبل أن تبدأ، للخبيرين الدوليين بايتون كونوبوف وألكسندر روندوس، ترجمه إلى العربية ونشره موقع أفروبوليسي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي خواتيم المقال يقول الخبيران الدوليان إن دائرة انفجار حرب بين أثيوبيا وإريتريا الناجم عن انهيار اتفاقية بريتوريا قد تدمر شمال شرق إفريقيا والبحر الأحمر ذي الأهمية الجيوسياسية الحيوية، وستدمر ما تبقى من السودان، وتزعزع استقرار تشاد، وتنشئ طريقا سريعا من عدم الاستقرار يربط منطقة الساحل بالبحر الأحمر. وليس هذا هو الوقت المناسب للجان متعددة الأطراف لتصميم العمليات الدبلوماسية، ومن الصعب تخيل أن دولا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ترغب في السماح لقادة في القرن الإفريقي بتحويل البحر الأحمر إلى امتدادات للصراعات في الشرق الأوسط التي يحاولون الآن حلها مع الولايات المتحدة، ومن سلطتهم الدعوة إلى وقف الانزلاق الحالي نحو الصراع. إن إظهارا مباشرا وتهديديا للاهتمام رفيع المستوى من قبل تحالف من الدول الغربية والشرق أوسطية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي الذي ساهم في تسهيل اتفاق بريتوريا قد يجمد الأطراف الرئيسية وداعميها، مما يتيح وقتا لدبلوماسية جادة وعملية. وينبغي أن يهدف هذا إلى جمع الجهات الفاعلة المحلية والمصالح الخارجية ذات الصلة في الخليج وخارجه على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول لمحور الصراع في إريتريا وأثيوبيا والسودان. على أقل تقدير قد يحول هذا الأمر مسار الاندفاع نحو الهاوية، وإذا لم يحدث ذلك فسيمنح الترخيص لمن يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب بالاستيلاء على الأراضي وإعادة رسم الحدود، مما يمهد الطريق لفوضى على نطاق يتجاوز الأزمات المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، ويدفع منطقة البحر الأحمر بأكملها إلى الفوضى. وتقتضي الحكمة أن تستعد الحكومات التي تواجه جيران المعادين لجميع الاحتمالات، إلا أن الخطر يكمن في أنه بمجرد حشد الأطراف المتحاربة المحتملة في تيغراي وأديس أبابا وأسمرة للحرب ستجد أن المضي قدما أسهل من التراجع، ومع ذلك قد تكون ثقة كل طرف في قدرته قصيرة الأمد. ومن المرجح أن يستمر الصراع لأشهر وسنوات، مما يدمر أي مظهر من مظاهر الأمن في المنطقة الأوسع على جانبي البحر الأحمر، ويجذب دائرة متزايدة الاتساع من المصالح الخارجية من الشرق الأوسط وما وراء الشرق الأوسط. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إريتريا تطلق سراح 18 من أفراد طاقم السفن الأثرية الثلاثة المحتجزة في إريتريا. الجيش السوداني يتقدم في العاصمة الخرطوم ويستعيد مواقع استراتيجية في وسط العاصمة من قوات الدعم السريع. ومقتل 6 من الشرطة الكينية في هجوم على معسكر لقوات الاحتياط بمنطقة غارسيا قرب الحدود مع الصومال. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرينا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.